هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون لا تبرحوا تبسم. أماكنكم. كلمة كررها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد للرماة، إلا أنهم برحوا أماكنهم وتركوها. الغزوة انتهت، الانكسار وصل إلى المسلمين في غزوة أحد، ولكن الكلمة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي يعلمنا إياها: لا تبرحوا أماكنكم. شباب صلاة الفجر وحلقات تحفيظ القرآن، لا تبرحوا أماكنكم. فتيات العفة والحجاب، لا تخلعوه. الأمهات اللواتي يوقظن أطفالهن وأولادهن على صلاة الفجر ويأمرونهن بالصيام، لا تتركوا ذلك. الآباء الذين يصطحبون أبناءهم إلى صلاة الفجر ويحاولون أن يعلموهم الصدق والأمانة، تابعوا على ذلك، لا تبرحوا أماكنكم. المجاهدون الذين يحمون ظهورنا ويحمون بيوتنا وأعراضنا، لا تتخلوا عن أماكنكم، لا تبرحوا أماكنكم. العاملون المخلصون والموظفون الأمناء، تابعوا على مسيركم. القضاة العادلون، المدراء الفاضلون، الموظفون والأطباء، لا تتخلوا عن أماكنكم، نحن بحاجتكم. العالم كله بحاجة كل صادق أمين. لذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرحوا أماكنكم. فإذا أصاب نفوسكم أيها المخلصون الفتور، وراودت نفوسكم أن تتركوا المشروع الذي أنتم عليه من خير، تذكروا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا أماكنكم.